مرحبا حبايب قلبي، شلونكم؟ شلون الصحة؟ إن شاء الله زينين، إن شاء الله بصحة وسلامة. اليوم راح أسوي وياكم مطبق السمك على طريقتي. طبعا هنا أنا مثل ما تشوفون عندي سمكة واحدة غسلتها وقطعتها ونظفتها بهذا الشكل. عندي هنا البهارات اللي راح أتبل بيها السمك: خاشوقة من الملح كبيرة، وبابريكا وكاري وكمون فقط. والنوم وبصلة راح أخليه ويا التمن، ما خليته ويا الحشوة إلا حتى الحشوة ما تصير سودة. خلينا المي التمن وخليت له البهارات الصحيحة. عندي هنا أنا هذه البهارات اللي خلطناها نكهنا بيها السمك، وراح نقلي السمك. نرجع للتمن الحشوة، أخذنا دهن السمك. هنا راح نسوي الحشوة. خلينا بصل، خلينا دهن بهذا الشكل. راح أخلي كوب واحد من الشعرية، أحمسها إلى أن تحمر الشعرية. راح أضيف شوية كشمش منقع بالمي الحار. طبعا هنا أنا بعد ما فار المي والبهارات الصحيحة خليت التمن بهذا الشكل. هنا أنا راح أخلي الكشمش بعد ما منقعينه قلنا ومغسول ومنقع بمي حار، راح ننشفه ونضيفه على هذه الحشوة. هذه الحشوة هي اللي راح تعطي طعم كلش طيب للمطبق السمك. طبعا مطبق السمك يختلف من واحد لواحد أو من محافظة لمحافظة. هنا أنا راح أخلي شوية من المي التمن على هذه الحشوة. طبعا خليت لها بهارات الحشوة من هذه البهارات اللي طحناها، اللي خلطناها قصدي. وهنا أنا بعد التمن ما نشفناه بعد ما استوى بهذا الشكل. خلينا ورق زبدة، خلينا التمن هنا طبقة، وخلينا طبقة من الحشوة. راح نسوي هذا الشكل طبقات إلى أن تخلص كل الكمية. راح أضيف تمن وأضيف حشوة وأضيف السمك بهذا الشكل. هنا أنا راح أضيف السمك بهذا الشكل، وراح أضيف طبقة ثانية من التمن. وهنا أنا بقت عندي شوية حشوة ضفتهم. وراح نرجع نخلي السمك، وراح أقلي شوية زيت وبصل. هنا أنا خليت البهارات البقت عندي اللي خلطناهم، اللي تبلنا من عندهم السمك. هنا أنا خليت زيت وبصل بهذا الشكل. راح أحمر البصل وأخليه على وجه التمن، وراح أهدر التمن من 10 إلى 15 دقيقة حتى يتهدر ويانا ويصير الطعم طيب. حبايب قلبي، ولا تنسوني باللايك والتعليق والاشتراك، ودمتم في أمان الله. إلى اللقاء.